خوف كثير وتأني لأن اللاعبين مش جاهزين 100%. مزراوي وسايس مش جاهزين 100%. شفنا عطية الله قدم كرة جميلة، شفنا دخوله هو اللي مد اسيست في اللقاء الماضي يعني للنصيري، وشفنا دخوله كيف اعطى عمق هجومي، اعطى حلول هجوميه وخلى الفريق يلعب، وخلى بوفال يدخل وسط الميدان باش يزيد زياده العدديه. فرنسا كانت خايفه لان اللاعبين اثنين مهمين جدا. اللاعب الاول هو رابيو اللي كان يعني تقريبا 50% في وسط الميدان، ما يلعبش لهذه المباراه. اوباميكانو اللي كان يعني عمود من اعمده الدفاع كذلك ما يلعبش. كان خوف في المنتخب الفرنسي غياب اضطراريه. معليش سامح لي حسين اشيو، تغييرات المنتخب الفرنسي تتحدث فيها عن تغييرين اثنين اضطراريين تحدثنا عليهم اليوم امس. اكيد، ولكن انا لا اتكلم عن المنتخب الفرنسي، اتكلم خوف المنتخب الفرنسي وغياب هذا كان يعطي دفعه اكثر للمنتخب المغربي باش يزيد يضغط، لان راح يدخل لاعبين راح يكونوا اقل مستوى من هذا اللاعبين، ربما ما شاركوش كثير. اللاعبين المغربيين عندهم اكثر منافسه في هذا كاس العالم. اريد ان اسال قبل المنتخب الفرنسي اكمل لك فقط. ما الذي جعل المنتخب المغربي يغير هذه تلعب بخمسه، نقصت من قوه وسط الميدان المغربي، لان شفت اليوم غريزمان وين كان يطلب كرات، هذوك المساحات كان يغطيهم اللعب وسط الميدان. لا ليس الملاح، مرابط كان يلعب وراء خط 4 وسط ميدان. هو واش كان يدير؟ كيما يلعب كازيميرو تقريبا مع البرازيل ولا مع ريال مدريد. كيفاش كان هو لما يكون فراغ هو اللي يقطع الكرات، ما يخليش الكرات تجوزوا. لما يخرجوا وسط الدفاع هو اللي كونسي يدخل وراءه. هذا الشيء لا لما تلعب خمسه وش ولا في وسط الميدان مرابط وناحي غير دخل امر الله. هذا اللي قلت لك الفريق تغير تماما. المنتخب الفرنسي عانى. علاش قلت لك وجهين؟ عانى المنتخب الفرنسي لما اناحي طلع أم الله طلع رابط بقى دقع الكرات اللي كانوا من وراء. المنتخب الفرنسي رجع له. المنتخب المغربي لعب بطريقه جيده لان انتفض نوعا ما، خاصه 20 دقيقه تاع الشوط الثاني خلى المنتخب الفرنسي يشك. أناحي اللي عمل مباراه كبيره، حكيمي مع زياش في الجهه اليمنى. لماذا الجهه اليمنى؟ لان السيليكسيونر يعني ديشون عطى تعليمات. نقول لك شنو هي التعليمات. ديمبيلي اللي دافع ومبابي يقعد في ظهر حكيمي، هذا مطلوب منه، ما ترجعش اكثر من وسط الميدان. لماذا؟ في حاله استرجاع الكره وشفنا غريزمان كيفاش يرجع باش يزيد زياده العدديه، يلعبوا مباشره على مبابي. وجيرو كان عنده تعليمات يروح على امرابط. دائما شفنا جيرو في كيما عمل على وسط ميدان يعني تاع الكرواتيا بروزوفيتش كان يعمل على امرابط. هذا الشيء يخلي يعني مبابي ما يدافعش كثير، ونعرفوه بسرعته. شفنا كيف راح مره او مرتين كان قادر يعني يصنع الفارق. هذا الشيء اضعف الجهه اليسرى تاع المنتخب الفرنسي، استغلها زياش وناحي اللي كان يجي من وراء. شفناه دخلوا حتى المنطقه 18 متر، يعني بقات هذيك اللمسه الاخيره اللي ما كانتش حاضره باش يسجل. النصري 3 كرات حتى تغييروا نصيري ما لمسش كرات كثيره. شفنا يعني بعد دخول المهاجم الاخر كيف زاد عليها حمد الله كان قادر يحدث ويسجل، لانه لم ضيع الكثير. نعم ولكن حكيم انا باش نعاود نلخص لك كل شيء. المنتخب الفرنسي كان مرتبك بهذه الغيابات لأنه يعرف قوة المنتخب المغربي في وسط الميدان. المنتخب الفرنسي لما شاف التشكيلة أفرح بهذه التشكيلة اللي يلعب بها بخمس. أنا ما نقولش أخطأ أو لم يخطئ لأنه كان قادر بهذه الخمسة خاطئة، ولكن اللاعبين لازم يكونوا 100%. لاعب في هذا على بالك باللي في هذا المستوى أنت ما تنزلش بمستوى. مدرب أخطأ لما يلعب سادس وهو مصاب. أكيد المدرب مع الطاقم الطبي هو الذي يتحمل المسؤولية. ومزراوي دخلت لاعب لم 25 دقيقة حاليا 25 دقيقة خاصة مزراوي مصاب. سيس ما شفناش 100% في هذا المونديال. سيس وحده كذلك لقطات. عطية الله قوي دفاعيا وهجوميا. شفنا يعني صلب، مدافع صلب لما يكون يدافع ويعطيك حلول هجوميه. هذا الشيء كامل عطاك هذيك الثقه اللي خلات المنتخب الفرنسي يسبقك بهدف ويولي يلعب. واش قلنا حاكم المره الماضيه؟ قلنا المنتخب الفرنسي يعرف يلعب في اوقات ضعفه.
لما يتراجع للوراء يولي ربما اقوى اكثر، لان عنده لاعبين عندهم سرعه. جيد. هل المنطق احترم أم أنه لا مفاجأة في هذا الدور؟ نقدروا نقولوا ان يعني اليوم شفنا سيناريو اللي ما كان واحد يتوقعه، لان المنتخب الفرنسي سجل في يعني الدقيقه الثالثه من المباراه. يعني منذ البدايه المنتخب الفرنسي هو متفوق على منتخب مغربي الذي لم يعني يسجل عليه اي هدف من الفرق اخرى الا هدف الذي سجل ضد مرماه من طرف المدافع المغربي. ولذلك نظن ان اخلطت اوراق المنتخب المغربي، لان اليوم لما تتكلم على طريقه اللعب هذا الشيء مهم. لما تشوف المنتخب المغربي يبدا بخمس مدافعين، يعني طريقه اللعب راح تتغير. ولذلك لا معليش، أنا أريد أن أبقى في سؤالي. حبيت تقعد في المنطق احترم أم أنه لا، شوف المفاجآت لا يوجد مفاجآت، أم أنه فيه متغيرات حدثت في هذه شوف المواجهة؟ حكيم، دوكا المنطق وعلى الورق فرنسا بطلة العالم. يعني فرنسا الكل كان ينتظرها لان فريق قوي، شفناه يعني كيفاه في هذا كاس العالم. عرف الى سو كما يقول لك يعني جيري تقريبا كاع المباريات تاعو حتى ضد المنتخب الانجليزي الذي كان يعني من اقوى المنتخبات اليوم. ولكن لما تشوف في اللعب نقولوها المنتخب المغربي كان احسن. المدرب المغربي معايا يتكلم على يعني الاستحواذ لا بوسيسيون اللي كان يقول عليها ان انا مانيش حاب الاستحواذ، ولكن اليوم يعني لو ديستان افولي كو المنتخب المغربي هو اللي يدير لا بوسيسيون. لما تشوف اليوم انت المنتخب المغربي يعني البوسيسيون يعني اللي فايته 60% تقريبا في كل مباراه شفناه استحوذ على الكره، لان المنتخب الفرنسي كان متفوق وخلى يجب المنتخب أن نغير مفاهيم الاستحواذ. كيف تكون مفاهيم الاستحواذ الإيجابية والاستحواذ العادي العقلي؟ اليوم شوف هذا يجب أن لما يفهم تشوف المشاهد الكريم هذه الاستحواذ النقطة. شو هادو الا انا هاد لا بوسيسيون. لما نتكلموا على لا بوسيسيون لا بوسيسيون هذه صح تمريرات ولكن لما ما تروحش تهاجم الى الامام ما يكونش عندك يعني فعاليه. شوف الارقام حكيم، كاين اشياء هذه لا بوسيسيون انا ما نحبهاش بزاف، ولكن كاين ارقام اللي ايضا يعني كي نترومبا. لما تشوف لي ديوال المنتخب الفرنسي احسن، لما تشوف لي تير المنتخب المغربي 14 المنتخب الفرنسي 13، ولكن لي تير كادري المنتخب الفرنسي 3 المنتخب المغربي 2. يعني ما كاين. مرحبا بكم مع مجدي خوتي خواتاتي. شنو اليوم شنو قال الاعلام الجزائري حول